في حد بيقول لو مصر بتحارب إسرائيل هنموت عادي الفلسطينيين اللي على حدودنا. أيوة، أنا بقول للسيسي أيوة، اضرب واحنا وراك. هما إذا كانوا ستات وأطفال ومعرفش وإيه، إحنا كمان في مصر عندنا ستات وأطفال ومن حقنا نتمتع بالسلام بتاعنا، ونتمتع بأرضنا اللي إحنا رجعناها من زمان ومعاها كرامتنا. من حقنا نعيش حياة كويسة. مش من حق حد إن هو يجي يعني يجي بأي حجة من الحجج، وعايز ياخد أرضنا بالعافية ويقعد يشتمنا ويقول لنا افتحوا الحدود يا مصريين يا ميم نون ألف يه كاف. احنا زهقنا، يعني هما زهقوا من بلدهم، تخيلوا. خلاص هما زهقوا من بلدهم، يدفعوا الثمن. هما مش قادرين يواجهوا محتل جبان، يدفعوا الثمن. اللي هيصعب عليه الفلسطينيين معلش يبقى عنده مشكلة في وطنيته، عنده مشكلة في ضميره. آه، ويا ريت يستدعي التاريخ القريب قوي لما مصر في المدن الساحلية كانت بتتضرب بعدوان ثلاثي من 3 دول محدش سمع علينا. وكانت بورسعيد والسويس بالذات كانوا عاملين زي غزة كده، كان بيوتهم كانت على الأرض. بس احنا بقى شعب مش عويل، احنا بقى رجالنا وستاتنا وأطفالنا زي بعض بالظبط. كلهم كانوا ماسكين سلاح وكانوا بيدافعوا عن أرضهم. ولما تهجر منهم ناس، اتهجروا جوه بلدهم في حضن بلدهم، اتهجروا في مصر جوه مصر. ما راحوش على حدود دول تانية قالوا لهم افتحوا لنا الحدود يا ميم نون ألف يه كاف. ها. آه ما كانوش شعب عويل. أنا بقول للسيسي اضرب، اضرب واحنا وراك. احنا كمان من حقنا يا ريس ان احنا نعيش. مش من حقنا يا ريس ان اكلنا وشربنا وكهربتنا وغازنا يبقى بتاعنا احنا، ما يروحوش لناس تانيين واحنا بنودي لهم الاكل بيضربوا فينا. ده كتير، يعني كتير قوي. كتير قوي ان احنا يعني لاجئين قاعدين جوه بلدنا، اكلين شاربين نايمين شاتمنا، وبتعاملهم درجة اولى. كفاية قوي، كفاية قوي يا ريس. كفاية يا ريس، احنا مش شعب عويل، اضرب واحنا وراك. انا عن نفسي كمصريه اكلها بدقه وانا عايشه جوه بلدي، جوه حدودي، سالمه امنه، معايا كرامتي كمصريه. ومصر للمصريين. مصر مش للغزاويه ولا الفلسطينيين، مصر للمصريين بس. مصر مش للاجئين. احنا مش هنقعد بقى يا ريس نعيش نلم في زباله الشعوب. ما تتأثرش بالأصوات الرخيصة القليلة المقللاتية اللي ما عندهمش ضمير، اللي بيقولوا مصر هتضرب الفلسطينيين. تضربهم الله. تضرب مش ما هي بتضرب اعتداء ولا بتضرب حماية لحدودنا وأمننا القومي، حماية لابنك وبنتك وأحفادك. اضرب يا ريس واحنا وراك. هاشتاج ترحيل اللاجئين واجب وطني، هاشتاج مقاطعة منتجات ومتاجر اللاجئين، هاشتاج مصر للمصريين.